السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوازتي لسان البطة أو لسان الطير، كل واحد كيفاش كيسميها. حليوة ساهلة ماهلة بسيطة، المقادير ديالها سهلة وفي متناول الجميع، والطريقة حتى هي سهلة، والمنظر ديالها زوين، والمذاق يا سلام أكثر من رائع. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. خليكم مع تتمة الفيديو تشوفوا معايا المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير، غادي ناخذ واحد القصعة وغادي ندير ليها رابعة ديال الزبدة. انا هنا درت الزبدة مارغرين، قبيصة ديال الملحة وكاس ديال السنيدة. غادي نخدم الزبدة والسنيدة مزيان. هنا الزبدة والسنيدة راه صعيب باش يتجانسوا ليا بسهولة. هنا المهم غادي نخدمهم وندلكهم مزيان حتى تدخل ليا هذيك الزبدة كلها في ديك الرابعة ديال تدخل ليا السنيدة عفوا في الرابعة ديال الزبدة. هنا غادي نضيف ليهم كاس ديال العنبة ديال الزيت النباتية. غادي نخدم المقادير مزيان وغادي نضيف ليهم هذا المكون اللي كيعطيها واحد المذاق رفيع، هو كاس ديال عصير البرتقال، كاس ديال العنبه. غادي نحاول معاه حتى ندخل هذاك الماده السائله او هذاك الكاس ديال عصير البرتقال في الزبده. هنا الزبده غادي حنا كنخدمو حنا كنحسو بها كتخفاف، غادي تولي خفيفه بحال الريشه. كيف ما تشوفوا راه خدات ليا واحد الوقيته، ولكن راها دخلت، يعني هذاك الكاس ديال العصير راه دخل ليا في الزبده. صافي هنا غادي نبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه. انا هنا الدقيق ما عبرتوش، ولكن راه عينكم ميزانكم وعيني حتى انا ميزاني. راه بينات ليا العجينه خاص القوام ديالها يجي ما مرخوفاش او مطلوقه وما قاصحاش بحال العجينه ديال الصابلي، غير فيتها واحد شويه، شاده عليها شويه. المهم في الاخر راه غادي نوريكم القوام ديال العجين. هنا العجين ما كندلكوش، كنضيف في الدقيق وكنجمع، ونحاول ما امكن ما ندلكش العجين باش ما ديفورماش ليا العجين ملي نديرها في الفران. هنا العجين باقي مطلوق شويه. صافي غادي نزيد شويه ديال الدقيق ونبدا نخدم. كيف ما كيتضح راني ما كندلكش فيها، كنحاول غير ندخل فيها هذاك الدقيق حتى نحصل على واحد القوام اللي مشبر راسو. العجين كيف ما سبق وقلت في الاول راه خاص ما يكونش العجين رطب بحال ديال الصابلي، خاصو يكون مشبر شويه راسو على عجينه الصابلي. صافي غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد نصف ساعه على الاقل، ومن بعد غادي ندوز نشكلها. غادي ناخذ بالقطعه بالقطعه وغادي ناخذ جوج ديال البلاستيكات وغادي نبدا نورقها بين جوج ديال البلاستيكات. هنا العجين راه خليته ارتاح نصف ساعه ولا نخليوه اكثر. انا هنا هاد الحليوه كنا ايام زمان قبل ما يكونوا هاد المراشم كنا نقطعوها بالغلاقه ديال ميكسا بيبي. ما عنديش الغلاقه دابا ديال ميكسا بيبي، قطعتها بهاد المريشم اللي على هاد الشكل ديال لسان الطير او لسان البطه كيف ما كيسميوه. صافي غادي نقطع العجين ونبدا نصفف فيها في واحد الطاوه هاد الشكل هذا. يعني هاد المريشم راه كيشبه الغلاقه ديال ميكسا بيبي. هاد الحليوه كنا نديروها ايام زمان، راه كانت كتجي رائعه وزوينه وبنينه، وكنا كنتسابقوا عليها ما كنخليوهاش تتبات، كنقاديوها في نهارها. صافي وهاد العجينه اللي كتبقى لينا
ما كندلكوهاش، كنجمعوها بنفس الطريقة ديال عجينة الصابلي، يعني كنجمعوها بشوية وكنعاودو نخدموها ولا كنضيفو ليها من العجين الآخر وكنعاودو نورقوها ونخدموها. الطريقة راها ساهلة وواضحة. كنجمعو العجين بهاد الطريقة، ماشي كنكوروها باش ما ديفورماش لينا في الفران. صافي هنايا ضفت ليها شوية من العجينة اللي مازال عندي وبديت تنقطع عاوتاني بنفس الطريقة وبنفس الشكل. هنا الفران راه سخون، غادي نصفف العجين في واحد الطاوة وغادي ندخلها للفران طيب على درجة حرارة معتدلة، والنار غادي تكون غير في التحت، وغادي ندير الطاوة الفوق نفس الطريقة ديال الطياب ديال الصابلي. ضروري ما النار تكون ناقصة باش طيب لينا الحليوات، يطيبوا لينا عفوا من الداخل ومن برا. هاد الحليوات كاقتراح قريب الموسم الدراسي ونديروهم في الكوتي لوليداتنا يديوهم معاهم ليكول، ولا يجيو نحطوهم ليهم يشربوا بهم كويس ديال اتاي ولا عصير ولا كويس ديال القهوة او الحليب. هنا غادي نصففها في الطاوة وغادي نخليكم مع الشكل ديالها. هذا هو الشكل من بعد ما صففتها. هنا راه دارت ليا جوج طاوات، غادي نخليكم مع طريقة التزيين. هنا من بعد ما تحمرت ليا وخرجتها من الفران خديت الشوكولات او بديل الشوكولات ذوبته في حمام مريم، وهنايا عندي الكاوكاو كونكاسي وعندي الكراميل. انا غادي نشد الحليوات غادي نلصق وحده مع وحده بهذاك الكراميل، ممكن نلصقوهم غير بالكونفيتور، ممكن نلصقوهم بالناباج والجليكوز، ممكن نلصقوهم بالشوكولات باش ما بغينا. انا كان عندي الكراميل مخلطه مع شويه ديال الجليكوز، هنايا لصقت به كل جوجات وبديت تنزينهم. هنا غندير غير النصف ديال هاد الحليوه نغمسو في الشوكولات، والنصف الاخر غادي ندهنو بهذاك الكراميل اللي عندي ونديرو في الكونكاسي ديال كاوكاو. المهم التزيين راه هذا غير اقتراح من عندي، ممكن نزينوهم باش ما بغينا، ممكن نزينوها غير بالكونفيتير والكوك بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكوك، ممكن نزينوها كلها بالشوكولات او كلها بالكونكاسي ديال الكاوكاو او ديال اللوز. هنا الطريقه ديال التزيين على حساب الرغبه ديال كل واحد. هنا غمست ليها النصف ديالها في الشوكولات والنصف الاخر درته في الكونكاسي والكراميل، وحصلت على هذا الشكل هذا اللي جات جد جد رائعه في المنظر، وحتى المذاق جا فيها المذاق ديال عصير البرتقال روعه، والحليوه من الداخل راه جات مجعبه وخفيفه. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن الدعم المتواصل، وسمحوا لي على الغبور كنغبر عليكم. شوفوا الحليوه ديالي راها خاويه من الداخل وخفيفه، ما كتجيش مدقصه. هنا غادي نخليكم حتى الفيديو الجاي ونقول لكم بسلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.